المناطق على الخبرة أو التاريخ المهني. أستاذ شناوي، الآن مظاهرات في بنغازي إجدابية، سميت هذه الحكومة بحكومة الغرباء من أسباب الخروج على القذافي هو التهميش. في هذه الحكومة أيضا يرى من خرجوا يرفضون لها بأن هناك تهميش وبأنها لا تعبر عن جميع الليبيين. أنت ماذا ترى في هذا الأمر؟ يعني هذه الحكومة هي الحكومة الأولى في ظل ليبيا الجديدة، وبالتالي لا يمكن أبدا أن تصل إلى درجة رضاء 100% من الجميع، ولكن هناك مساحة لتصحيح هذه الخلافات كما أعلن المستشار مصطفى عبد الجليل، وقال أن هناك ليست الحكومة فقط هي كل المناصب، يعني هناك وزراء لا يمكن أن تأتي ب100 وزير مثلا حتى تمثل كل المناطق، ولكن هناك شركات وطنية عملاقة، هناك مؤسسات، هناك مصالح، هناك رتب عليا في الجيش والشرطة التي سوف تتشكل، يمكن إرضاء الجميع وإيجاد ممثلين لهم في تلك المناصب. نعم، ولكن بعض النشطاء أستاذ شناوي، بعض النشطاء الليبيين يرون بأنها ليست حكومة تكنوقراط وأسموها حكومة تكنو أو بالوسط قراط، يعني هم لم يعترفوا بهذه الحكومة ويقولون بأنها لم توزع على القدر الكافي من جميع المناطق الليبية ويبدو أنها لم ترضي بعضا من الليبيين. يعني مسألة أن تأتي بحكومة تكنوقراط في هذه المرحلة في مجتمع قبلي مثل ليبيا هو أمر صعب لسبب بسيط، أن هناك عملية تجريف منظمة قام بها القذافي إبان فترة حكمه التي امتدت أكثر من 40 عاما لمناطق بعينها كانت مهمشة وكانت هنا تعاني كثيرا في مسألة التعليم والخدمات، وبالتالي لم تخرج من هو يصلح لأن يطلق عليه لقب أو لفظ أو صفة تكنوقراط، وبالتالي إذا أتيت بالتكنوقراط فسوف تأتي من منطقة واحدة أو منطقتين ومن قبيلة واحدة أو قبيلتين، وبالتالي سوف تشعل الوضع في ليبيا. نعم. أما وجود حكومة بهذا الشكل، الوزارة هي منصب سياسي وليبيا تحتاج إلى خبراء، يمكن أن يتم المجيء بهؤلاء الخبراء لتولي مناصب تنفيذية وليس مناصب سياسية، وأيضا يكونوا قد نالوا بعض الاستحقاقات التي يتمنونها. نعم، بعض الإسلاميين أستاذ شناوي وجدوا بأن هذه الحكومة ترضي الغرب وتهمش الإسلاميين. ما مدى تأثير هذا الأمر على مستقبل هذه الحكومة الآن؟ لا أنا أتصور أن القيادات الإسلامية تعي جيدا أنه لا يمكن أبدا تجاهلها، لأنها تملك الكثير من الأرض على مستوى القوة العسكرية والأمنية، وهي من قادت جزءا كبيرا واطلعت بغالبية المعارك التي خاضها الثوار ضد القذافي، وبالتالي إذا كان جرى ما قد جرى فبالتأكيد هو تم بالتوافق بين مصطفى عبد الجليل والقيادات الإسلامية، ربما تحتل مناصب أخرى غير الوزارات حتى لا تكون واجهات تمثل مشاكل عند التعامل مع القوى التي ترفض وجود إسلاميين على رأس السلطة. من الوجوه العسكرية أستاذ شناوي التي أيدت هذه الحكومة يبدو أنه عبد الله ناكر الذي وجه انتقادات لبلحاج العسكري، وهذا عبد الله ناكر من ثوار طرابلس ووجه انتقادات لبلحاج العسكري ولبس اللباس المدني وأيد الحكومة. وأنت تعرف بأنه كان أحد المعترضين على بلحاج، وهو عندما عين رئيسا على رأس المجلس العسكري لطرابلس. كيف ترى هذا الموقف الآن من عبد الله ناكر، والذي من الممكن أن هل هو جاء من البعض اعتراضا الآن على بلحاج ومن الممكن أن ندخل في صراع عسكري جديد في ليبيا بعد تشكيل هذه الحكومة؟ لا، مسألة الصراع العسكري أنا لا أتصور أن تحدث في ليبيا، هناك توافقات وتوازنات تمت مراعاتها، ولكن إذا كانت هناك يعني مثلا الذي تولى وزارة الدفاع كان هذا الرجل هو من قادت سراياه عملية اعتقال سيف الإسلام مثلا. يعني هناك حسابات، ومصطفى عبد الجليل في الحقيقة من خلال تواصلنا مع الليبيين الرجل يحظى باتفاق من جميع الأطراف الليبية، وبالتالي لن يغامر مصطفى عبد الجليل بتلك الشعبية الجارفة مقابل مصالح
ضيقة، وإنما سوف يراعي الجميع سواء إسلاميين أو علمانيين. تساؤل أخير أستاذ شناوي، يعني الكيب قال هذه الحكومة هي أكبر حكومة لتمثيل المرأة ودورها سيتحسن. هناك الآن امرأتان داخل هذه نعم. الحكومة، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ أنا أتصور أن هذا نهج جديد ويخالف تماما كل المخاوف التي أشيعت عندما أعلن مصطفى عبد الجليل أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في ليبيا، من أن ما سيأتي من حكومات سيكون ردة على الليبرالية وردة على الثورة التي قامت، والتي من أسسها كانت المرأة الليبية التي طلعت بدور كبير في تلك الثورة. وأيضا هي مؤشر، لأن الحكام الجدد لن يسيروا على نهج القذافي الذي كان يعامل المرأة الليبية على أنها جسد فقط ولا تملك روحا ولا رؤية. بقي لي أن أشكرك في النهاية أستاذ محمود الشناوي، وأنت نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. يعني كنت معنا على مدار ساعتين إلى ربع ساعة في مناقشة ملفات